كان بداية مشروعي وياما كسبت منه كتير. النهاردة السر هقولك عليه، وعمرك تاني مني ما هتشتريه، عوضنا على الله. تعالي النهاردة هقولك سر الممبار الخطير وليه كان أكتر حاجة في أوردراتي بتطلب مني. كل يوم كان لازم يطلب مني الممبار والكفتة، أكتر حاجات كانت بتطلب مني. تعالوا بس الأول كده نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله، وكل حاجة والايه المشاكل اللي كانت بتقابلك فيها خلاص ودعيها النهاردة، وليه الاوردر ده بالذات كان بيطلب مني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة بداية الممبار كده الخلطة بتاعته. الممبار يا جماعة لازم يكون فيه خضروات كتيرة، رز قليل زي ما انتوا شايفين كده، كمية بصل كتيرة. طب ايه اللي انت مقطعه ده؟ الطماطم، نعناع، بشرة كده جنزبيل فريش، تمام، نعناع زي ما انتوا شايفين كده اخضر. الحاجات دي كلها انا مقطعاها زي ما انتوا شايفين كبير، وما تنسيش حتة جنزبيل فريش كده. كمان تقدري تحطي حبة قرفة صغيرين، بس مش كل حد كان بيحب القرفة. كل ده ني في ني، بس بحطه على النار ياخد غلوتين كده. ليه؟ علشان يبقى من جوه لونه احمر. انا بحب الني في ني برضو، بس كان علشان اطلع الاوردر ده يعني للناس لازم اديله غلوة كده زي ما انت شايفه، لان انا لو ما اديتلهوش غلوة وحطيته ني في ني كده بيبقى طعمه حلو وكل حاجة، بس من جوه بيبقى لونه ابيض. عرفنا ايه السر؟ كتري بقى خضروات، بصل، طماطم، خضرة، بس الخضرة لسه هحطها في الاخر خالص، نعناع فريش، بشرة جنزبيل. تمام كده، نسيبهم ياخدوا غلوة ونقوم حاطينهم على الرز، والرز يكون قليل والخضرة كتيرة. طيب، تاني حاجة الممبار طبعا احنا عملناه مع بعض وغسلناه مع بعض كتير وقلبناه مع بعض بطريقة سهلة جدا. لازم الدهن احنا بنجيب اللي هو البلدي، ما تجيبيش اللي هو المتنضف جاهز ده اللي ما بيبقاش فيه فتفوت الدهن، ما يلوش لازمة ولا ليه طعم يا جماعة. تجيب الممبار البلدي اللي هو بيبقى فيه ايه؟ دهن. الدهن هنا فين؟ الدهن من جوه. محدش يقول لي الدهن من بره، لا، هتسلقيه ولا هيبقى ليه طعم ولا حاجة. الدهن ده خلي بالك لما بتسلقيه فيه كده، بس بنشيل الزياده لما بيتسلق وبيبقى من جوه في الخلطه. اول حاجه انا ما بحطش، حطيت زيت قليل قوي اللي انت كنت شايفاه كده على اول واحنا بنعمل البصل، كان يدوب حبه بسيطه، فانا بعتمد على الدهون اللي في الممبار. تاني حاجة لما بيستوي بيديله مطة حلوة، وانت بتاكلي الممبار ما يبقاش ناشف كده منك، تلاقي ليه شدة جميلة قوي. علشان كده كان ناس كتير يقولوا لي بصي الممبار اللي انت بتعمليه ده ما كنهوش، الدهن خليه من جوه، بس لو نسبة الدهون كتيرة شيلي الزيادة منها، بس تسيبي الدهن زي ما انت شايفة كده. تمام، ما تكبسيش الممبار قوي زي ما انت شايفه كده، الممبار طري، لو كبستيه قوي هيفرقع منك. الميه مغليه وبتمسكي الممبار كده علشان يبقى الممبرايه مدوره كده وشكلها جميل زي ما انت شايفه كده اهو. تمام. طيب الممبار علشان بيفرقع منك، اول حاجه بيفرقع عليه، بيفرقع لو الرز كتير، الخضرة زي ما قلنا تبقى كتيرة، بصل، طماطم، خضرة المحشي كاملة، بقدونس وشبت وكزبرة، فلفل كتير، نسيت اقول لكم فلفل كتير، فلفل اخضر كتير مع فلفل سبايسي. تمام. طيب بياخد قد ايه سوا على النار؟ نص ساعة وتبدأي تشوفيه، نص ساعة بكتير قوي، نص ساعة و5 دقايق او 10 دقايق، ما يزيدش عن كده، ما تكبسوش زي ما قلتلك. طيب بتعرفي انه استوى ازاي؟ اول حاجه بتطلعي الممبار كده وبتضغطي عليه كده، بتطلعي حبه رز صغننين، بتشوفيه لو الرز استوى تمام. طيب لو انت هتخزني الممبار زي ما بنيجي نعمل في رمضان والاعياد وهنشيله في الفريزر، حلو قوي، انا دايما بعمل كده على فكره، يبقى هنا اقل نص ساعه بالظبط وتطفي عليه وتطلعيه من الميه، ما تسيبهوش اكتر من كده. انا عاوزه الرز يبقى فيه سنه نيه شويه، ده اللي هتشيليه في الفريزر، لان انت لما بتطلعيه من الفريزر الرز بيطرى معاكي. تمام كده. طب تعالي بقى للتركه الحلوه ولون الممبار الجميل اللي انت بتشوفيه في المحلات ولما بتطلبيه، هو والحمام، حبه لبن صغننين وبتدهني بيها الممبار. تمام كده، هو ده يا ستي السر. وتعالي بقى نحمره مع بعض.
الحمام كان بيطلب مني كتير قوي، انا نسيت اقول لكم، الحمام، الممبار، الكفته. والله يا جماعه، وكفته الفراخ كانت دي من اكتر اوردراتي، بس للاسف انا ما قدرتش اكمل في مشروعي ده، ضغط عليا وخدني من القناه بتاعتي وخدني من متابعيني، وانتوا عندي بالدنيا كلها والله يا جماعه. يعني انا بصوا لغيت حاجات كتيره قوي علشان خاطركم، لقيت كده ان انا بعدت عنكم، ولقيت ان انا الاوردر خدني من كل حاجه، قلت لا، متابعيني اولى. تمام كده. وطبعا وانتي بتحمري الممبار لازم تغطيه علشان ما يفرقعش، الممبار دايما بيفرقع. طبعا بصي الممبار بقى كده الدهون بتسيح مع الرز جوه مع الخضره، بتديله طعم حلو. لو انت خليتي الدهن من بره ولا بيبقى ليه لازمه، وبيفرقع منك قوي ويسيح، وانتي وانتي بتحمري وما بيبقاش ليه 30 لازمه. لكن من جوه بيسيح كده، وانتي بتاكلي الممبار بيديله مطه كده وشده شويه، هوريكم دلوقتي وانتي بتاكليه. طبعا وكنت بحطه كده، مش قادره اقول لكم بجد، ده كان اخر اوردر، ده الواحده حبيبتي كده طلبته مني، قالت لي بصي انا نفسي فيه، برغم ان انا وقفت بس عملته لها مخصوص. وطبعا طالما عملت يبقى لازم نعمل لينا. انا بصوا الممبار ده اساسي، ما بيبطلش من الفريزر عندي، زي ما بقول لكم بعمله وبسلقه وبشيله مسلوق وبطلعه على التحمير. بس برضو زي ما قلت لك، بصي الاول الممبار بصي بيشد شده ازاي، ده المطلوب يا جماعه، مش تحسي ان انت بتاكلي رز وبس، لا، وانت بتاكليه بصي ليه مطه كده، ليه شده، علشان ما تكتريش الرز، كتري خضار زي ما قلت لك. حطي حته جنزبيل، نعناع كتير، خضره كتير، فلفل كتير. طبعا الكفتة عملتها معاكم كتير أو وهعملها معاكم تاني، فطبعا كان لازم أعمل لها الأوردر، علشان طبعا يعني هي طلبته مني مخصوص، فما كانش أقدر اللي أنا يعني ما أعملهوش وكده. وعملت لينا بقى ممبار، وقومي بقى اعملي كده حبة ممبار، وزي ما قلت لك هتشيليه في الفريزر، نزليه ني شوية، ما تزوديش عن نص ساعة. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وده البتنجان اللي احنا عاملينه والمخللات بتاعتنا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.